مشكلتنا ان احنا يعني بنحارب التجربه قبل ما تبدا اصلا. احنا بنحارب تجربه الراجل وهي لسه في بدايتها. طب احنا خسرانين ايه؟ احنا خسرانين مش خسرانين حاجه. ما انت السنه اللي فاتت طالع ببطوله واحده كاس مصر، فشلت افريقي، فشلت محلي، بقالك سنتين ثلاثه، بقالك 3 سنين ما بتلعبش دوري ابطال افريقيا. فايه المشكله لما ندي فرصه للراجل؟ فايه المشكله لما ندي فرصه للراجل وندعمه؟ ما احنا لازم بقى ندعم، يعني مش لما ده راجل. هو يعني معظم الناس اللي بتفهم في الكوره والمحللين اللي دارسه بقى واللي بيتكلموا ان احنا الناس على الله يعني، بيتكلموا ان الراجل دوت راجل في مجاله او ككادر في مجاله، هو راجل شاطر جدا وناجح جدا. لا انا ما ادعموش. يعني انا اول مره من سنين اشوف صفقات الزمالك ما بتتعرفش الا لما بعد اللاعب ما بيوقع. يعني هو اللاعب بيجي يوقع وبيرجع بلده تاني يكمل اجازته، ولما بيجي بيتعرف. يعني المدرب ده جه قبل ما يمضي، يعني هو جه مضى بعد كده سافر، محدش يعرف، رجع اتعرف ان هو. كام صفقه بقى كده اتعمل، وصفقات كتيره اتعملت كده، محدش بيعرف الا لما بتخلص. احنا ما مرناش بالعصر ده في